يا مساء الخيرات على أجدع بنات وأحلى ستات. يلا بينا نعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة، بس يلا بينا نصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالصلاة على الحبيب بتقضى الحوائج كلها. بصي بقى، ساعات كده بتبقي مكسلة انك تعملي اكل او تعملي عشاء، فتعالي دي تنفع لغدا وتنفع لعشاء وسريعة جدا. معلقتين كده من الزيت حطيناهم في الطاسة، خرطنا عليهم بصلاية متوسطة. ليكي حرية التقطيع، قطعيها زي ما انت حابة تقطعيها، اديها تشويحتين. بس انا مش عايزاها تاخد لون، عايزاها بس ايه تدبل. بصوا ايه، تقلبتين كده بس تدبل شوية صغيرين. هننزل عليها بايه؟ هنخرط بقى فلفل كوبي ونخرط طماطم، وكمان لو حابة تحطي فلفل الوان مفيش اي مشكلة. صلوا على الحبيب علشان خاطر قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، أو اللهم اعنا على ذكرك. سبحان الله والحمد لله. يلا بينا بقى نقلب ونسيبهم لما يبتدوا ان هم يتبالوا مع بعض شويه. وانا هنا بقى كده كان عندي شويه كده من الصدوق، قطعتهم صغير كده زي ما انتم شايفين وحطيتهم على الطماطم والبصل والفلفل. تقدري تحطي اي حاجه، بسطرمه، لانشون، ما عندكيش مش مشكله. الوصفه هتمشي معاكي برضو حتى لو ما حطيتيش اي حاجه. هنا بقى كده انا علشان ما اطولش عليكم كنت محمره شويه بطاطس كده مقطعاهم مكعبات صغيره، ونزلتهم على الخلطة بتاعتي دي، وهسيبهم كده على نار واطية خالص الكل يتشرب من بعضه، وكمان الصدوق يكمل السوا بتاعه. وهنا بقى كده رشة من الملح، وهنا كمان رشة صغيرة قوي من الفلفل الأسمر، ومش هنكتر توابل، هو شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسمر، وهنقلب كل ده كده في قلب بعضه. وهنا بقى كده كان عندي شوية كده بقى من الجبنة الموتزاريلا، هننزل بيها كده على البطاطس بتاعتنا. لو ما عندكيش اي بواقي جبن عندك ما ترميهاش، احفظيها في التلاجة وقطعيها واعملي طبخة زي دي كده او اكلة زي دي، وانزلي بشوية من الجبن دول عليها، ووطي النار خالص وغطيها وسيبيها تاخد وتدي بشكل ودي. وهنا بقى كده الطاسة جاهزة معانا، بقى رغيف عيش كده بصي بقى وغمزي كده وكلي حاجة عظمته عظمته بجد يعني. وسهلة وسريعة ومش هتقفي في المطبخ كتير. ويا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.